السلام عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في حاجة حصلت كده، حد بلغني بيها، يعني اتكلم معايا فيها، فأنا معلش استنتجت الفيديو ده. هو مش استنتاج اللي هو خرافة، ولا إن هو حكاية كده من الأساطير. لا، دي حاجة بتحصل وحاجة موجودة. فأنا مش هقول اللي حصل مثلا إلا لو طلب مني إن أنا أحكي، اللي هو يعني اتكلمني في الموضوع. بس أنا هتكلم على الموضوع عامة. هتكلم على الست خربت البيوت واللي بيساعدوها. الست خربت البيوت ديت بتبقى واحدة قاعدة في الشارع 24 ساعة، اللي رايح واللي جاي تتكلم عليه، واللي رايح واللي جاي تبص عليه وتعرف فيه ايه، وتعرف كل حاجة. طيب مين اللي بيساعدوها؟ اللي بيساعدوها اتنين اللي بيساعدوها. واحدة تخرب على نفسها، او عايزة بمعنى اصح عايزة تخرب على نفسها، والتانية رغاية رغي السنين، نمامة ما بتبلش في بقها فولة. اللي تعرفه واللي ما تعرفوش تروح تقولوا بقى عن بيتها، وتقولوا بقى عن جوزها، وتقولوا بقى عن حماتها، تقول عن كل حاجة. حتى أولادها تحكي عملوا وسووا والحكاية والرواية. هم دول اللي بيساعدوها. طيب خربت البيوت دي بقى بتعمل ايه؟ بتاخد الكلام منك وتروح تقوله لواحدة تانية. الواحدة التانية دي خلاص عرفت عنك بقى كل حاجة، ايا كانت الواحدة التانية دي ايه، ايا كانت ظروفها ايه، عايزة منك ايه، بتحبك ما بتحبكيش، بتكرهك ما بتكرهكيش، هي فيها طبع وحش، تروح تقول لجوزك، تقول لحماتك. تبص تلاقي حماتك اتفاجئت ان في حاجات طلعت بره. طب الحاجة دي طلعت ازاي؟ مفيش غير فلانة ده اللي هو انتي. خربت على بيتك، خربت على بيتك عشان بتثق في ناس وبتتكلمي مع ناس هم اصلا ما يخصهمش حاجة. هم اصلا مش هيفرق معاهم مشاكلك، مش هيفرق معاهم حياتك. محدش فيهم هيجي يقول لا حرام ده ملهاش ذنب، دي كانت بتحكي معايا بصفو نية. لا، كله ساعتها هيهرب يقول لك انا ما قلتش، انا ما شفتش. طيب مين اللي قال ومين اللي عمل؟ فأي واحدة من النوع ده، الستات اللي هي خربت البيوت اللي أنا قلت لك عليهم، بتبقى واحدة قاعدة في الشارع، لا ليها شغل ولا مشغلة غير إن هي تعرف اللي رايح واللي جاي بيعمل إيه، جايب إيه ومسوي إيه. أو تكون بقالة أو بتبيع حاجة. الحاجة دي تكون الناس بتتردد عليها، حاجة الناس كلها بتشتريها، ناس كتير، وتقعد جنبها بقى. ده حصل كذا وكذا، وحماتي عملت وجوزي قال، وينفع كده، وظل مني وجايين عليا. وتفضل تقول من منقى يا خيار. ولما تقول كل حاجة وتستكفي، والتانية الله ينور عمالة تخزن، فجأة واحدة كده تيجي واحدة تانية. انت شفت فلانة دي بتحكي على حماتها وبتقول المرار، ده بتحكي على جوزها وبتقول ان هو مش راجل، دي بتحكي. نتفاجئ بقى بكل الاسرار طالعة بره، واللي فينا بقى مش فينا، واللي مش فينا بقى فينا، والناس بتحكي عننا. وحوار كبير قوي يا فندم، انت يعني مش مستوعبه. هو ده اللي بيجيب خراب البيوت، هو ده اللي بيأذي الشخص نفسه، الشخص. انما لو الست كتومة، لو الست تلم حالها وما تفتحش بقها مع حد، لو الست لما تروح تتجوز ما تتصاحبش على حد في الشارع، بالذات الشارع اللي فيه حماتك وفيه جوزك، الشارع اللي انت متجوزة فيه، ما تتصاحبيش على حد، ما تتعرفش على حد، ما تقوليش اي حاجة لحد. الكلام ده كله بيجيب مصايب، الكلام ده كله بيجيب مشاكل، الكلام ده كله بيدمر البيت، الكلام ده كله بيبوظ الدنيا. يا جماعة، عايزين نلاحظ ان كل مشاكلنا كلها عبارة عن كلام بيتقال وكلام بيطلع مالوش مكان. الكلام ده ممنوع. اي واحدة، اي اخت يعني تكرم ان هي ما تتكلمش مع حد، ما تحكيش مع حد على بيتها ولا اسرار بيتها. ولو انت هاديه مع جوزك احمدي ربنا واسكتي، ما تقوليش جوزي جاب، جوزي عمل، جوزي سوى. الكلام ده كله بيفسد الدنيا. وانا يعني قلت اللي عندي، والتعليقات هي اللي هتوضح يا جماعه.
الكلام يتقال ازاي والظروف تحصل ازاي. واخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.